السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي قناه ديالكم، معكم شروق في فيديو جديد وخبر جديد كيما العاده. نتمنى تعم فيه الافاده. خوتي خواتاتي، في الفيديو اليوم غادي نشارك معكم طبعا اخر الاخبار واخر المستجدات، وغادي نتكلموا على طبعا تنعيت هاد المنتخب المغربي اللي عمل، نقدروا نقولوا صنع تاريخ ودخل لتاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب. فعلا المنتخب الوطني وصل فين عمر ما وصل شي، حتى شي منتخب أفريقي ولا منتخب عربي، اللي كيف ما قلنا النصف النهائي ديال مونديال قطر 2022. خوتي خواتاتي، بعض الفئات كينعتوهم بقردة، كنشوفوا كذلك بعض الفئات وبعض كيف ما قلنا اذاعات تلفزيونيه ديال دول اوروبيه كتنعتهم بقرده، بداعشين، بعده امور اخرى اللي غادي نشارك معكم. كيف ما كنشوفوا غادي نشوفوا واحد لا فيديو اللي كتبين لنا يعني هاد الكره وهاد نقدروا نقولوا الغيره بدون مقاييس ديال هاد الفئات اللي كيف ما قلنا ماشي كلشي طبعا احنا ما كنعموش، ولكن كنبغيو نسلطوا الضوء على هاد الامور اللي خصها يعني اللي كتعتبر من العنصريه. خوتي خواتاتي، كذلك غادي نتكلموا على خبر تاني، الجزائر كتراجع ورقتها، كتراجع قراراتها باش تفتح من جديد انبوب الغاز مغرب اوروبا. مغرب اوروبا الانبوب اللي كيمر على الاراضي المغربيه اللي غلقات في اكتوبر ولا 31 اكتوبر ديال 2021 بطريقه احاديه، باش المغرب ما يستافدش من كراء الاراضي ديالو، وكذلك ما يستافدش من نسبه الغاز ديالو اللي كياخذ من هاد الانبوب. نقدر نقولوا بانه انبوب اللي كيدوز الغاز من الجزائر الى اسبانيا. يعني هاد الانبوب كذلك اللي حاليا المغرب كيستعملوه بطريقه عكسيه من اسبانيا للمغرب. خوتي خواتاتي، كيف ما قلنا هادو اخر الاخبار واخر المستجدات كما العاده في هذه القناه المتواضعه. بقاو معايا على بركه الله، ندخلوا في صلب الموضوع. طبعا اول حاجه واهم حاجه، تحيه كبيره ليكم ديالي مي خنتي اينما كنتم. شكرا لكم دائما وابدا على الدعم، على التحفيز، على اللايك وعلى البارطاج. اللي مازال ما اشتركش في القناه، هذه هي الفرصه باش يشترك، يفعل الجرس باش دائما يوصلوا كل جديد. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم، وشاركونا الآراء ديالكم. أول حاجة كيف ما قلنا فعلا تنعيت بالقردة لهاد المنتخب المغربي، لهاد أسود الأطلس اللي فعلا عملوا نقدروا نقولوا صنعوا تاريخ. كيف ما كنشوفوا الإخوان قناة دنماركية اللي كتبين هاد الصورة ديال أسرة القردة اللي كتنعت بها هاد تشبيه ديال الخوغادوريس ولا ديال اللعابه المغاربه مع الامهات ديالهم. بالعكس، عطاونا درس كبير في هاد نقدروا نقولوا الاحترام، وفي يعني المساندة ديال الأسر ديالهم في الأخلاق، وفي هاد الترابي هذه فعلا اللي بزاف ديال اللعابة، بزاف ديال الفرق اللي هي طبعا وطنية ديال عدة دول ما عندهاش. يعني كنشوفوا بأن رضا الوالدين يعني من الانترينادور ولا من هاد نقدروا نقولوا يعني شيف دو كيب، حتى هاد اللعابه كاملين الكبير والصغير كيفاش كيبغيو الوالدين ديالهم، كيفاش كيحترموهم، كيفاش كيقدروهم، وكيفاش كيعتزوا بهم ومفتخرين بهم. فلهذا الاخوان كنشوفوا بان هاد القناه الدنماركيه بغات يعني تبين بان اللعابه المغاربه والاحتفالات ديالهم مع الاسر ديالهم يعني كاستهزاء، ولا بغاو يضحكوا، ولا بغاو يعني ينقصوا منهم، بغاو يحتقروهم والخ الخ. يعني كنشوفوا بانهم كيبينوا فقط شكون هما، وكيبينوا بان المغرب يعني بزاف عليهم بزاف، والمغاربه كذلك بزاف عليهم. كذلك الاخوان ما نساوش بان يعني اذاعه تلفزيونيه المانيه من قبل حتى هي كانت نعتات هاد
نقدروا نقولوا الفريق الوطني المغربي بانهم داعشين، يعني اللي كيمثلوا هاد كيف ما كنشوفوا هاد يعني هاد التصاور ولا هاد لا فيديو فعلا حاجه اللي كتبين لنا بان من جديد يعني هاد الفاكتور العنصري موجود وحاضر ناظر في هاد البعض، يعني ما غاديش نعمو كيف ما قلنا في الاول، ولكن في بعض يعني الفئات وفي بعض الدوائر وفي هاد القنوات وكذلك امور اخرى. خوتي خواتاتي طبعا هادشي ما غاديش يهز فينا الشعره، هادشي يعني فقط كيبين المقوله اللي كاملين بينا كنعرفوها، يعني بنادم اللي يعني ما كيوصلكش يعني كيقول عليك وكيقول عليك، يعني كيف ما كنقولوا اللي ما كيوصلش العنب كيقول عليه حامض نو. فلهذا يعني المغرب وصل فين وصل، دخل التاريخ ونقدر نقولوا بانها دولة اللي كنعتزوا بها كمغاربة، كنفتخروا بالفريق الوطني ديالنا، باللعابة ديالنا، بأمهاتهم كذلك. نقدروا نقولوا بان هذا درس في الاخلاق ودرس في رضاء الوالدين ديال هاد اللعابه، من غير يعني اللعب ومن غير يعني الفخر والتقدير والاحترام وطبعا المنصب اللي وصلوا ليه المملكه المغربيه. تاني خبر الاخوان كنشوفوا بان فعلا طبعا الملك الأردني عبد الله الثاني نجح في إقناع الجزائر بضرورة إعادة عمل الخط الغاز كيف ما قلنا مغرب أوروبا اللي كيمر على الأراضي المغربية إلى إسبانيا، والذي طبعا كنشوفوا بأن الجزائر كتدرس عودة فتح ديالو. ما نساوش بأن المغرب كيستعمل هذا الأنبوب بطريقة عكسية، ملي الجزائر قررت بطريقة أحادية إغلاق هذا الأنبوب كيف ما قلنا في أكتوبر ديال 2021. إسبانيا بقات خارج هذا القرار، كذلك المغرب كذلك البرتغال، وطبعا الجزائر هي اللي خدات هذا القرار. طبعا قرار اللي ضر المغرب نقدر نقوله كبداية، ولكن من بعد المغرب قدر يستعمل هذا الأنبوب بطريقة عكسية ويجيب هذا الغاز من إسبانيا كيشريه من الأسواق العالمية، وطبعا كي يبدلوا فيه الموانئ الإسبانية، ومن بعد طبعا كي وصل ليه المملكة المغربية عبر هذا الأنبوب، وطبعا استعماله بطريقة عكسية، حاجة اللي الجزائر طبعا ما كانتش باغا وكانت رافضة تماما. حاليا كنشوفوا بأن الملك الأردني دخل في هذه القضية هذه، وطبعا هاد الخبر كتنشروا هاد الجريده لافانغوارديا الاسبانيا، وكنشوفوا بان طبعا الجزائر باغا عوده فتح هاد الانبوب. حاجه اخرى، واش المغرب غادي يقبل؟ المغرب غادي يقبل يستعمل هاد الانبوب مره اخرى، بحكم ما المغرب ولا عنده نقدر نقولوا الملكيه الكامله لهاد الانبوب من بعد ما الجزائر قررت اغلاق ديالو. المغرب من بعد هاد الاستشاره ديال الجزائر ومن بعد تدخل الاردني ولا الملك الاردني عبد الله الثاني، خوتي خواتاتي الكره كتبقى في مرمى المغرب. المغرب شنو غادي يعمل؟ واش غادي يوافق على عاوتاني فتح هاد الانبوب ولا لا، ولا غادي يكتفي بالاستعمال العكسي ديالو؟ كلشي كيف ما كنقولوا مطروح كيف ما عارفين. هذا ما كان الاخوان، نتمنى كما العاده تعمل افاده اللايك والبارطاج طبعا لهذا الفيديو. دمتم في رعايه الله وفي حفظه، والى فيديو مقبل ان شاء الله.